تعالوا النهاردة هنعمل فطيرة الجلاش بالكاستر. لو زهقتوا من الحلويات التقليدية جربوا معايا الجلاش بالكاستر. وصفة مش هتاخد أكتر من 10 دقايق معانا، سهلة وسريعة جدا. هنبدأ بقى بالخطوات خطوة خطوة مع بعض كده نعملها، سهلة جدا وسريعة جدا وطعمها ممتاز. هنبدأ نجيب لفة الجلاش، نطلعها تفك من الفريزر كويس خالص تكون فكة، ونبدأ نقطعها كده بالسكينة شرايط كده نفس المقاس كده، حلقات كلهم مقاس واحد. بعد كده نبدأ نفرطهم كده بعيد عن بعض بحيث يبقوا ايه، بصوا شكل الشرايط كده بالظبط، تفرطوا كلهم كويس. بعد كده نبدأ نجيب بقى الصينية بتاعتنا، ندهنها كويس جدا بسمنة بلدي أو بزبدة، ونبدأ ندهن الحروف، أهم حاجة ندهنها كويس جدا عشان الحروف دي بتنشف. ونبدأ نحط نص الكمية، وبعد كده ان نص الكمية نبدأ نحط عليه عشان يبقى كله شارب من الزبدة بتاعتنا. نغرقه كده بالزبدة من كل حتة، بعد كده نحط النص التاني ونبدأ بقى ايه، نحط الزبدة بتاعتنا عليه كده كويس جدا، ونضغطه تحت كده بالفرشة أو بإيدينا. نضغطه كويس كده، نكبسه في الصينية بحيث ان هو ايه ما ينشفش في الفرن. بعد ما نحط بقى الزبدة كده نولع الفرن على 180، هو بياخد بالظبط 10 دقايق في الفرن أو 9 دقايق بالظبط. بعد كده نبدأ نعمل بقى الكاستر بتاعنا قبل ما الصينية تطلع من الفرن. هنجيب كوبايتين لبن ونحط عليهم 3 معالق كاستر. مش هنكتر كاستر ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين الصوص يبقى خفيف ما يبقاش تقيل. هنحط 3 معالق كاستر عليه ونقلبهم كويس جدا وهو بارد. بعد كده نحطهم على النار، وبعد كده هنحط شوية فانيليا. لو ما فيش فانيليا سايبة زي دي بنحط اكياس. وبعد كده بنحط بقى ايه 3 معالق سكر حسب بقى كمية السكر اللي انتوا بتحبوها، بس ما تكتروش يعني في السكر، ان هنحط لسه في الاخر لبن محلى مكثف. هنبدأ نقلبهم كده كويس جدا مع بعض. خلاص يعتبر هو كده دخل سوا، هو كده استوى خلاص. نبدأ بقى خلاص كده احنا قلبناه كويس جدا، وخلاص هو كده ايه، ما كلكعش ولا اي حاجة، ان احنا حطينا الكاستر على اللبن وهو ساقع قبل ما نحطه على النار. كده الصينية خلاص طلعت معانا من الفرن شكلها حلو جدا. نبدأ بقى نصب عليها الكاستر اللي احنا عاملينه وهي سخنة كده، وبعد كده تبرد شوية نحطها في التلاجة. نطلع بقى نطلعها من التلاجة بقى نقطع، ونحط لبن محلى مكثف عليها، نرش شوية عليها، ودوقوا بالهنا والشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. اتمنى منكم اشتراك وكومنت حلو ولايك للقناة.